أموت؟ اشتقت لك يا أخي. تخيل حتى أختي إيجي طلعت بتحبك لدرجة تركتنا وراحت لعندك. وانتي إيجي ليش عملتي بحالك هيك يا أختي؟ ليش؟ ليش؟ ليش حاولتي تحملي ذنوب هيك واحد على كتافك وتضحي بحالك؟ هيك شخص ذنوبه كبيرة كتير، انتي ما فيكي تحمليها لحالك. تركتي بقلبي جرح كبير، وهالجرح ما رح يطيب. بس ماني معصب منك. أنا معصب من حالي، كنت على طول بعيد عنك. كنت ضعيف وما قدرت أحميكي وحافظ عليكي. وكلنا تفرقنا من بعدك. كل واحد صار بمكان. أمي تغيرت كتير، عم تتصرف ولا كأنه صاير شي. وأكيد ما رح تجي لهون إذا ما انقبض على سرحان، لأنه ما رح تقدر تواجهك إذا ما تعاقب قدام عيونها. وقتها بس ممكن ترتاح. شو صار؟ البيت نظيف. كيف يعني كان نظيف؟ بلاغ كاذب. يعني هو ما له جوا؟ ما قدرتوا تقبضوا عليه؟ دورنا كتير. متأكد دورتوا منيح؟ هالواطي بيكون مخبي حاله. اهدي يا خانم. أخذنا أقوال أبوه. كيف يعني؟ معقول ما بدكم تاخدوه معكم على المخفر؟ بدكم تتركوه هون؟ للأسف ما في شي بيدعي للشك بنوب. ما عم صدق قديش لسه لازم تشكوا. أبوه يمكن يحكي شي، لازم تاخدوه معكم على المخفر. نسليهان خانم، رجاء لا تتدخلي بشغلنا. ليكي نحن كمان حابين نقبض عليه مثلك وأكتر يا خانم. إذا هيك اقبضوا عليه، اقبضوا عليه. عم يتفتل حوالينا ولا كأنه عامل شي. ما عم تعملوا شي بنوب. نسليهان امشي معي يلا. مرقوا 40 يوم، اليوم صاروا 40 يوم. إذا ما قبضتوا عليه بنتي ما رح تنام مرتاحة بقبرها أبداً. ولا واحد فينا رح يقدر ينام، ولا حدا. وبتوقع حتى أنتو كمان. يعني أمي لهالسبب ما عم تجي. اصحك تزعلي منها لأنك على طول ببالها. وألاز متضايق كتير ومقهور لدرجة إنه مستعد يحرق الدنيا بحالها. وبصراحة أنا بلشت خاف عليه كتير. أمي حبسته بالبيت وما عم تخليه يطلع.
ألاس بيك وقف، ما فيك تروح. يا بيك أنت ممنوع تطلع لبرا. نلع من وشي. وقفوا. اتركني عم اقول لك بعد عني. اتركوني، قلت لكم بعدوا عني، ما بدي فوت على البيت، ولكن اتركوني بدي روح. عم اقول لكم بعدوا عني، والله لندفكم بعدوا. شاقلة من بعدك ما نطقت ولا كلمة، وكأنها متمنية تيجي لعندك لحتى ما تتركك، وعم تفكر إنها تلاقي طريقة لتلحقك. وأمي من خوفها عليها حبستها بالبيت. لهيك ما حدا غيري عم يجي لعندك، ما تزعلي من أي حدا منهم. أهل زمان أهله، لما يموت الإنسان يلي بقيوا هنن يلي بيعانوا. طلعوا غلطانين أختي. يلي بقيوا بيموتوا كمان، بيموتوا من قهرهم عليه. قال ما بيصير اتدخل، لكن يشتغلوا منيح إذا هيك، لنشوف لحالهم إذا رح يطلع معهم شي. عم يدوروا بكل مكان، يعني شو يعملوا أكتر؟ وين عم يدوروا جوفان؟ قلي وين عم يدوروا؟ وينه سرحان؟ لا معه تليفون ولا مصاري حتى، يعني وين بده يكون متخبي؟ تمام، بس لو تروقي شوي. كيف بدك يعني روق؟ لا عاد تطلب مني روق إذا بتريد، هذا الرجال كان السبب. شو بدك؟ بخصوص ألاس بيك. فهمت. شرف. شو عم يصير هون؟ انت شو عم تعمل ألاز؟ ألاز طفي. وين حاطه هاد؟ شو هالحالة هي؟ ليش هيك حالة الغرفة؟ ما رح نخلص من هالقصة ابني؟ وين مخبي أناني هالسم؟ ما تدوري على الفاضي، هي آخر واحدة. شو مفكر حالك عم تعمل؟ محاول تهرب كمان اليوم؟ كم مرة قلت لك ممنوع تطلع من البيت؟ ايه بس أنا طلعت لأني ما قلت، انتي يلي قلتي. لا تتساخف، ولما حاكيك تطلع بوشي. ألاز تطلع بوشي. قلي ليش حاولت تهرب؟ قلي بصراحة أبوك تواصل معك؟ شو نسياني انك اخذتي التليفون مني؟ كيف ممكن يتواصل معي؟ بالحمام الزاجل؟ لكن ليش حاولت تهرب؟ وليش لحتى تطلع لبرا؟ مليت وتعبت منكم. إيه حاولت؟ لأنه بدي اتنفس أمي. لك شو هالأصوات هاي؟ أنا خايفة. شو عم يصير؟ كيف شو عم يصير؟ عم تتنفس جوا. نفس القصة عم تنعاد على طول من 40 يوم. ألاز حاول يهرب مرة تانية وتهجم على الحرس كمان، وطبعا أمك جنت مو أكتر. أوف. هداك الشيطان برا، بس طبعا نحن عم نتعاقب بداله. هو هلأ
عم يتفتل برا ولا كأنه عامل أي شيء، وبتجي حضرتك تسجنينا بهذا البيت؟ لك ابني انت ليش ما عم تفهم علي؟ شو اللي ما عم تفهمه؟ عم حاول احميك واحمي غيرك واحمي الكل هون. يعني هلا عم تحاولي تحميني منه؟ بس انت عم تحميه مني. أنا ماني إيجا أمي، أنا ما بقتل حالي. ولهالسبب بالتحديد انت ما إلك طلعة لبرا بنوب، ولا واحد فيكم رح يطلع من البيت. مو مستعد اضحي بولد تاني كرمال هداك الرجال. لأيمت أمي فهميني؟ لأيمت رح تقدري تحبسيني بهالمكان؟ لوقت ما يمسكوا لهداك الوسخ. ايه بس إذا بضل كمان شوي بهالغرفة رح جن أمي، رح جن. عم تسمعي؟ آخر شي رح أفقد علي كمان مثل شكلها. صحة وهنا، رح تصيري أحسن. بس حبيبتي قلت لك لازم تشربي العصير. كمان شوي. رح تمرق يا عمري، كل شي رح يمضى. انتي لا تقلقي، بس بالأول لازم تتغذي منيح وتديري بالك على حالك، بعدين بتخلصي من هالوضع. كل شي رح يمضى والأيام عم تمرق يا بنتي، وأمك رح تحميكي على طول. أمك رح تحل كل شي، انتي لا تقلقي أبدا. أمك رح تحل كل شي. شكلها راحت لعند شاغلة هلأ بما أنه خلصت الخناقة. بصراحة أنا مشغول بالي كتير على شاغلة. البنت ما عم تقبل تحكي بنوب، ما عطت ردة فعل. يعني بس لو إنها يلي قصدي يقولوا لو تفش خلقها شوي ممكن ترتاح، بس ما عم ترد أبدا. وأمك عم تحاول كمان. أمك لازم تخف عنهم، لازم نترك الأولاد يتنفسوا شوي، هيك ما بيصير. عثمان، بس هذا الشيء مستحيل مثل ما أنك شايف. عثمان، خير يا خانم؟ احكي مع شركة التأمين فورا، بدي ركب كاميرات بغرف الأولاد. كيف يعني؟ بالغرف يا خانم؟ بدون أسئلة ونفذ فورا. أمرك. نسليهان، أنت عم تحكي عن جد؟ مبين علي إني عم بمزح؟ دقيقة بس الأولاد مانن صغار، معقول بدك تحطي كاميرات مراقبة بالغرف؟ نسليهان لا تنسي إنه هن شباب، لا تعملي هيك. جوفان، إذا بتركن هو بيقتل أبوه هي بتقتل حالها. برأيك عم نعيش شغلات طبيعية؟ بس يعني أنا برأيي إنه ما سألتك. أنا ما عاد بدي أخذ رأي حدا بنوب، بدي أعمل اللي براسي وبس. تمام. طيب لكن أنا رايح لعند رويا. وين رويا؟ بالبيت؟ لا أمي، هي بالشغل. تمام، لكن إلا تنتبه منيح، يعني إذا شافت سرحان بالصدفة أمي مثلا. أنت ما تقلقي، تمام؟ قلتي لي هالكلام 100 مرة من قبل. إيه، وبدي ضل عم أقوله علي لحتى تفهموا كيف تتصرفوا. خلص روح. تمام. علي ليك حاكيني ها؟ لا طيب. تختفي أنت كمان. ماشي أمي، رح أتصل فيك. كل الوقت بتقلي وينك ها؟ تمام. نسليهان، عم قول بما أنه يمان كمان راح، صار فينا نحكي أكثر بموضوع كاميرات المراقبة؟ بشو بدك يانا نحكي جوفان؟ مثلا إنك عم تبالغي كتير بتصرفاتك، يعني إنك أخذتي التليفونات من إيدين الأولاد ولحد هون كان كل شيء تمام، ورحتي وحبستيهم بالغرف. بس قصة الكاميرات يعني
لا تعملي هيك لو سمحتي ليكي، يعني بصراحة أنا عن جد ما عاد استوعب تصرفاتك. طالما هيك رح فهمك بطريقتي. أنا قبل 40 يوم دفنت بنتي اللي عمرها 17 سنة. مالي مستعدة بقى أضحي بأي ولد تاني، ولهيك هلأ ممكن أعمل أي شيء لحتى أحمي ولادي. هي ما حماية. لكن شو؟ نسليهان هي ما حماية. نسليهان هاد بعتذر منك بس هذا ظلم لألون. سامحيني بس هي الحقيقة. بتفهم إنه أنت أم، إيه بس مو لأنه أنت أمهم بحق لك إنه تظلمي ولادك بهي الطريقة. حاج تعملي هيك، ما بقى تعذبيهم وتعذبي حالك لو سمحتي. بس أنا ما عاد يهمني رأي حدا أبداً، ومستعدة أعمل كل شيء لحتى أحميهم. هذا اللي عندي. أنا صار لازم روح على المستشفى، في عندي كم شغلة. إذا احتجتي لأي شيء اتصلي فيني فوراً. أنا جاية معك. شو رأيك تبصري لي منتسلى شوي؟ مين قصدك أنا؟ أنا بحياتي ما بصرت وما بفهم ولا شي بالفنجان. يلا يا رويا ما تخجلينا، طيب جربي. طيب تمام، بس بدي أقول لك من هلا رح ألف قصص من عندي لأنه ما بفهم بهالموضوع. ليكي هون في عندك 3 عصافير، يعني في أخبار، وعلى الأغلب هدول بيكونوا رويا عم تتصرف كأنه ما صار أي شيء، يعني كأنه أمها ما ماتت، حتى نسيته لأخوها. مزبوط، بس أكيد هي ردة فعل، يعني هي عم تحاول تتصرف بهي الطريقة لحتى تنسى، بس على القليلة ما عملت بحالة مثل غيرها. أنت عم تحكي عن شاغلة مزبوط؟ لما رحت آخر مرة ما قدرتوا تحكوا. لا، هي مو قبلانة تحكي ولا كلمة. من وقت ما ماتت ايجي ما حكت بنوب، بس هذا مو وضع أنا اشتقت لصوت أميرتي. طيب وعلاز؟ وضعه صعب، يعني كيف بدي اقول لك، مثل الطير المجروح، ما عم يرد على حدا، حتى آسي ما عم تقدر تداوي. طبعا ما استسلمت ولسه عم تحاول أكيد. أنت بتعرف إنه مستحيل تستسلم. أنا اللي بعرف. ما فهمت، كأنه في سطل هون أو هيك شيء، ما بعرف شو يعني. يمكن برجي. أنتي برج الدلو؟ إيه بس ما بتوقع إنه معناته برج الدلو بصراحة. مشغول، صار لي نص ساعة ناطرة، ممكن تستعجلي لو سمحتي؟ لكان ما تستني وامشي من هون. أكيد أنت مجنونة. هدول خطين، يا الله، يعني أنا حامل.